الفيديو اللي معانا النهارده كان فيديو مطلوب. ناس كتيرة بعتولي في التعليقات وناس كتيرة كلموني على الواتس ان هم عايزين فيديو على حروف الجر اللي بتيجي مع المواصلات، حروف الجر اللي بتيجي مع البلاد والدول والمدن والكلام ده. طبعا هو كان درس في تانية ثانوي في الترم الاول، كان درس رخم شوية، ولكن هحاول بقدر الامكان ان انا افكركم بيه. حاجات مهمة وبتتكرر في تالتة، فلازم كان لازم ان احنا نراجع عليها فعلا. افكركم بس بالقاعدة علشان نعرف نحل مع بعض ان شاء الله صح، وبعد كده هنروح نحل جمل مهمة جدا على المواصلات وجمل مهمة جدا على الدول والمدن. يا ريت ما تنسوش تدعمونا يا جماعة. مجرد بس ان انت تعمل لايك هو بيساعدنا في ان احنا نوصل المعلومة، بيسرع ان احنا نوصل المعلومة لأكبر عدد من الناس، وده الهدف الأسمى من القناة، ان المعلومة توصل للناس اللي محتاجاها. بنحاول نوفر الوقت والجهد. متنساش تعمل لايك، يا ريت تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها. ان شاء الله من اسبوع ناخد كل واحدة كده لوحدها ونتكلم بقى، نحل مواقف ونحل جرامير، وكمان ازاي تكتبوا ايميل وازاي تكتبوا سوجي الموضوع. اصلا احنا شرحنا جزء كبير من المنهج على القناة، واسيب لكم اللينكات. الماضي المركب والنيجاسيو النفي الجزئي والكلي، شرحنا الضمائر الشخصية بالتفصيل في اكتر من فيديو. ان شاء الله اسيب لكم اللينكات بتاعة الشرح ده في الوصف تحت الفيديو. تمام. الدول المؤنثة بتاخد حرف الجر اون، مثلا زي فرانس، جو سوي اون فرانس، جو في اون ايطالي، جو فواج اون ايجيبت. يعني دول مؤنثة سواء كانت بادئة بكونسون ساكن او فويل زي ايطالي وايجيبت. بعرف منين انها دولة مذكرة ولا دولة مؤنثة؟ من اخرها اللي هو حرف الاي، وبعد يبقى اذا كل الدول اللي اخرها اي هي دول مؤنثة، ما عدا كم دولة كده اللي هم دول، هم كمبودج، زيمبابوي، المكسيك، كندا. جايبها لك برضه عشان تعرفها ان هي مذكرة مش مؤنثة. يبقى كل الدول اللي اخرها ايه مؤنثة. ركز بس عشان ما نقلبش القاعدة. بنقول كل الدول اللي اخرها ايه مؤنثة ما عدا الدول دي. تمام، فيا ريت نحفظهم. نرجع بقى للقاعدة، بنقول خلاص ان احنا عندنا الدول اللي اخرها ايه مؤنثة بتاخد او، سواء كانت ساكنة او متحركة، ما عدا بقى الدول الاربعة اللي انا قلتهم لك. طيب كمان الدول المذكرة اللي بدأ بمتحرك بتاخد اون، زي ايران، عراق. جوفي اون ايران، يعني انا عايش في ايران. جوفي اون عراق، انا عايش في العراق. القارات كلها، وبعدين هتلاقي القارات كلها بدأ بفويل متحرك. يبقى جو با انا ارحل، اون ازي، اون اوسياني. اوسياني اللي هي القارة المحيطية اللي هي سيدني بقى واستراليا وكده. اون يوروب طبعا افريق، القارات بتاخد او. تمام جدا. بعد كده ايه اللي بياخد او؟ شايفين او؟ ايه اللي بياخد او؟ هنقول اول حاجة الدول المذكرة اللي بدأ بساكن. الدول المذكرة اللي بدأ بساكن زي ماروك، كندا، سنغال، تمام، لبنان، لبنان، جابون، اليابان كده يعني. فدول مش اخرها اي، مش اخرها اي يعني، فعشان كده هي دول مذكرة. بدأ بساكن ولا متحرك؟ بدأ بساكن، فإذا تاخد او. يبقى أول حاجة من الحاجات اللي بتاخد او هي الدول المذكرة اللي بدأ بساكن، لأن الدول المذكرة اللي بدأ بمتحرك بتاخد او، زي إيران وإراق. تمام جدا. فأقولك جوفي وماروك، جوفي وكندا، جوفي وسنغال. تمام. هنقول كمان اللي بياخد او هي القاهرة والفيوم وسينا. هنا نزلوا، نحن نذهب. القاهرة هتاخد ولا هتاخد؟ لا، هتاخد او، هي مدينة. المدن كلها بتاخد المدن كلها بتاخد ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وهافر وهافان. طيب عندك هافر دي برضو مذكرة، ما بتاخدش الا بصر بتاخد او، يعني القش دي مش متحركة، ساكنة يعني تنطق. طيب هافانا بتاخد لا. يبقى نقدر نقول كل المدن بتاخد ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وهافر بياخدوا ايه؟ بياخدوا او. طيب هافانا بتاخد لا، ما بتاخدش الا بصر. تمام جدا. نقول تاني اللي بياخد او هي الدول المذكرة اللي بدأ بساكن
انما اللي بادئة بمتحرك بتاخد اه، زي ايران وعراق. طيب القاهرة والفيوم وسينا وهافر برضو بياخدوا او، انما هافانا بتاخد الام. تمام. طيب يا ريت بس ايه يكون احنا مركزين. احنا قلنا عاوزين الدرجة الكاملة، محتاجين العلامة الكاملة يا جماعة، فاللي محتاج العلامة الكاملة هيركز. انا حليت كل جملة ممكن تيجي، كل جملة توقعت ان هي ممكن تيجي برضو حليتها. بياخد او اللي هو الجمع، الاي اكس دي هي الدول والجزر الجمع. طب انا هعرف منين ان هي دولة او جزيرة جمع؟ هيبقى اخرها اس او اكس جمع، ما عدا نحفظ بقى دوم والباقي اي حاجة هتاخد اي واكس. انما دوم مدن، باريس، نانت، كان، دوم موجودين فين؟ في فرنسا. لندن اللي هي لندن، بوردو برضو في فرنسا، بروكسل اللي هي عاصمة ايه؟ بلجيكا. تمام. هم ومثلا تونس اللي هي عاصمة تونس اخرها برضو اس. يبقى دوم اخرهم اس ولكنهم مدن، يعني ياخدوا حرف جر ما ياخدوش اي واكس يا جماعة. وضحت كده؟ يعني مثلا جملة زي كده جابيت نانت، فانا هاخد دي الاجابة الصح، مش هينفع اي واكس. تمام. يبقى اذا الدول والجزر الجمع بتاخد او، فاقول لك جوفي او زيتازوني، انا اعيش في الولايات المتحدة. جوفي او بيبا، بيبا اللي هو مجموعة دول كده منخفضة، من اهمها هي هولندا، من هي حاجة جمع. وزيمغات اللي هي الامارات، امارة واحدة ولا امارات؟ امارات. جوفي وزانتي جزر انطاليا، جوفي ومالديف جزر المالديف، جوفي وفلبين جزر الفلبين. تمام. تمام جدا. يبقى انا نجيب من الاول، يبقى انا هقول من الاول اللي بياخد هي 3 حاجات. الدول المؤنثة سواء كانت ساكنة او متحركة، اي حاجة مؤنثة. طب اعرفها منين ان هي مؤنثة؟ ان هي هتكون اخرها اي. طيب كل الدول اللي اخرها ايه مؤنثة، مش هو اللي ايه قلت لك كلهم بنسبة 99%. يعني ايه بقى نسبة 1% اللي انت هتحفظهم؟ دوم اللي هم كمبودج وزيمبابوي وموزمبيق والمكسيك وكندا، دوم اخرهم ايه ولكنهم مذكرين مش مؤنثين، فده اللي انا هحفظه. الباقي بقى هيكون ايه؟ دول مؤنثة. طب كندا اجيبها لك عشان تعرفها. تمام ماشي. الدول المذكرة اللي بدأ بمتحرك تاخد يبقى أي دولة بدأ بمتحرك سواء كانت مذكرة أو مؤنثة هتاخد طيب بعد كده القارات، كل القارات بتاخد تمام، وهي بادئة بمتحرك كلها. بعد كده ايه اللي بياخد اللي هو الاي؟ هي كل الدول المذكرة اللي بادئة بساكن، الدول المذكرة اللي بادئة بساكن. اقول لك ماروك، كندا، سنغال، لبنان، لبنان، او مثلا جابون، اليابان كده. يعني الدول والجزر الجمع دوم خلاص يروحوا على اللي هي اي اكس. طيب اعرفها منين؟ اخرها اس او اكس. كل اللي اخره اس او اكس بيكون جمع. تمام. ما عدا قلت لك احفظ المدن دي، باريس ونانت وكان ولندن وبوردو وبروكسل هي مدن مش دول، فالمدن بتاخد ايه؟ تاخد تمام. طب كل المدن بتاخد كلها بتاخد ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وهافر، الجمل اللي انا حلتها لك دلوقتي. تمام. اللي هي دي نوزالو وكاغ. طيب هتقول وجاب لك الفيوم سيناي، كل ده هتقول اللي هي دي. طب كمان معانا هافر. تمام. مش الا ابوستروف، مفيش حاجه اسمها الا ابوستروف هنا، تبقى وبعدين هافانا برضو القش هنا مش متحركه، القش ساكنه هنا بتنطق، عشان كده هتاخد لا. يبقى هافانا بتاخد لا وهافر بتاخد زي القاهره والفيوم وسينا. تمام يا شباب. اعتقد كده ان انتوا فهمتوا. في بس حته كده فنيه كده تكايه يا جماعه، ان لو جاب لك الافعال دي، يعني مثلا افعال الشعور ايمي بريفريد ادوري زائد فعل مثلا فيزيتي، الحاجات دي مش هينفع اقول لان الحروف جر دي بمعناها الى او في. اقول لك مثلا انا ازور، انا عاوز اقول انا بزور القاهره نفسها، اقول لك انا ازور القاهره، انا افضل مثلا القاهره، انا افضل باريس. تمام. فانا قصدي على الحاجه اللي انا هزورها هي نفسها المدينه، مش هينفع اجيب معاها الحروف الجر دي ابدا. فانا هجيب
انا ازور مثلا فرانس هقول لا فرانس مش ايه اون فرانس. فهجي لك جمل زي دلوقتي اهو، اقول لك لي بارون ايم، من افعال الشعور خلاص. الاباء يحبون الولايات المتحدة، فاقول او الاولى ولا اقول ليه؟ لا اقول ليه. تمام. طب انا ليه ما خدتش الاولى؟ علشان انا بقول يحب. افعال الشعور دي يبقى انت محظوظ، لانها لو جت بتاخد معرفة دايما اثبات او نفي. هنا الجملة اللي بعدها لي بارون فيزيت، هنا الاباء يزوروا، هتقول بقى على اساس ان هي دولة مؤنثة؟ لا طبعا، هي هتقول لا. لي بارون ديتست نفس الموضوع، مش هقول هنا يعني هنا ما ينفعش اقول الاولى، جايبها لك كده عشان ممكن يجيبها لك، فهتقول له. يبقى اذا هنا لو انا عندي الافعال دي، افعال الشعور الاربعه اللي احنا عارفينهم وزائد فعل في الزي، هنا مش هينفع اختار حروف جر الدول والمدن، هختار معرفه مع فعل في الزي. الكلام ده لو انا قصدي على الدوله نفسها اللي انا هزورها. هو طبعا في الاول وفي الاخر مش درس جغرافيا يا جماعه، هو هجيب لك حاجات مشهوره يعني الحاجات اللي عندك في الكتاب بس. طيب انا جايب لك دوم، بقول لك ركز ان في فرق كبير بين برازيل وبرازيليا. برازيل دي هي الدولة، فدولة ايه؟ مذكرة بدأ بساكن تاخد او اللي هو الاي يو. انما بقى دي برازيل مدينة فين؟ مدينة في البرازيل. تمام. نفس الفكرة على تونيزي وتونس. طيب تونيزي هي الدولة اللي اخرها اي اي، دي هي ايه؟ الاي يو هي الدولة، انما اللي اخرها الاس هي المدينة. فهنا لو جايلك دي دولة مؤنثة تاخد او اي ان، وهنا دي مدينة تاخد طيب الجيري والجير نفس الموضوع، فهنا الجيري هي الدولة، دولة مؤنثة كده كده هي بدأ بمتحرك هتاخد اي دولة بدأ بمتحرك بتاخد وهنا الجير هي مدينة فتاخد دي تاخد اي ان ودي تاخد كل ده انا بختار زي ما انا قلت لك. ولكن لو بقى هو غير وجاب لك فعل فينير، فينير ده له حالة لوحده. فينير لو جاي معاه اماكن عادية يعني مش دول ولا مدن، هضغم زي ما انا حافظ بالظبط. انا قلت لك انت مثلا بتقول انا جاي من المدرسة، فالمدرسة مذكر فتاخد دو. طب انا جاي من البيت مؤنث، ميزون مؤنث ياخد دولا. طب انا جاي من الايكول المدرسة تاخد دو الا ابصر. انا جاي من البارك الحدائق مثلا جامع تاخد ايه؟ دي. ده في الاماكن العادية زي كده. جو فيان دو ليسي فواخدة دو لانها مكان عادي جدا. طيب جو فيان دي مؤنثة، دولا ميزون لانها مؤنث، فاضغم يعني دو بتتأثر باللي بعدها طالما هو مش دولة او مدينة او جزيرة. الدول والمدن والجزر هنشرحها لك دلوقتي، انما انا بكلمك على المدن العادية الاماكن العادية. اوبيتال هي هي بادئه بفويل متحرك، هنا الاشع متحرك فهناخد دي. لو انا عندي بقى اي حاله من الحالات اللي تخليني اخد دو، زي اسم شخص مثلا، زي ضمير شخص، زي شيء، زي محدد مون وما والكلام ده، باخد دو. تمام. طيب انما بقى لما بنيجي نتكلم على دول ومدن، لا احنا نركز بقى في الجزئيه دي. اللي بياخد هياخد هنا دو او دو او الصرف. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو عندك دولة مؤنثة بادئة بساكن هتاخد دي اي، ما تقوليش بقى دو لا. طب دولة مؤنثة بادئة بمتحرك هتاخد دي ابوستروف، ما تقوليش دو الا ابوستروف. مش حاجة اسمها دو الا ابوستروف مع المدن والدول والكلام ده. بتيجي مع مين تاني؟ بتيجي مع ايه؟ الدول المذكرة اللي بدأت بايه؟ بمتحرك، زي ايران وعراق مثلا. فانت لو جاتلك مع فينير هتاخد دي ابوستروف، مش هتقول لي دو الا ابوستروف. كمان لو انت عندك قارة مش برضو بتيجي مع القارات برضو تاخد دي ابوستروف. يبقى اذا انت هتستبعد، مفيش حاجة اسمها دو لا، مفيش حاجة اسمها دو الا ابوستروف تماما. هنا في الدول والمدن يا جماعة مفيش حاجة اسمها دو لا، مفيش حاجة اسمها دو الا ابوستروف زي ما هنا. يعني هنا مثلا دي اماكن عادية فبتاخد دو الا ابوستروف، بتاخد دو لا. تمام. انما دو الا ابوستروف ودو لا دي نستبعدها تماما مع المدن والدول. فاذا يا اما تاخد دو او دو ابوستروف مع ايه بقى؟ الدول المؤنثه كلها اللي بادئه بساك. القارات طبعا بادئه بمتحرك هتاخد دو ابوستروف. الدول المذكره اللي بادئه بمتحرك زي ايران وعراق هتاخد دو ابوستروف. طبعا الكلام ده هنحل عليه دلوقتي. ايه تاني ممكن ياخد دو او دو ابوستروف؟ كمان المدن والجزر المفرد. المدن والجزر المفرد هتاخد دو يعني كل اللي بياخد هناك هياخد هنا دو او دو ابوستروف. وضحت كده؟ فاضل حاجة، كل اللي بياخد
اي يو. كل اللي بياخد اي يو هياخد هنا دو يو. يعني كندا هي دولة ايه؟ دولة مذكرة بدأ بايه؟ بساكن، كانت بتاخد ايه هناك؟ اي يو، فهتاخد هنا دو يو. وضحت؟ سهلة يعني، مع فعل مين؟ فينير. طيب وقلت لك بقى دلوقتي المدن والجزر، كل اللي بياخد حرف يعني هياخد يا اما دو يا دو ابصرف، على حسب بقى اللي جاي هو ساكن ولا متحرك. هنا باغي هي دولة مدينة بادئة بايه؟ بساكن. المهم ان هي مدينة، فمدينة كانت بتاخد مع فعل يذهب ويكون ويسافر بتاخد هنا تاخد دي اي. طيب هنا برضو جزيرة كانت بتاخد هنا تاخد دي اي. طب لو حاجة بادئة بقى ايه؟ بمتحرك من المدن يعني كانت هتاخد دي ابصرف. يعني اذا مع فينير ايه اللي بياخد دو يو؟ اللي بياخد دو يو مع فينير هو القاهرة والفيوم وسينا. القاهرة والفيوم وسينا طبعا وهفر. اقول لك ايه؟ نوفينو نحن نأتي، فهنا هناخد ايه؟ دي عشان يأتي. انما يذهب او يكون او يعيش او يسكن كان بياخد دي. يعني الموضوع كله بيتغير مع الفعل. المهم ان انا هنا استبعدت بقى مفيش حاجه اسمها دو الا ابصرف، مفيش حاجه اسمها دولا. تمام، فانا هاخد دو يو. طيب وهافر نفس الموضوع، لو جالك سيناي او فيوم والحاجات دي برضو نفس الموضوع. هافانا كانت هنا بتاخد الا، فهنا هتاخد دولا. محتاجين بس يكون معاك ورقه وقلم كده وتساعدني في انك تفهم الدرس ده، انا بحاول اشرحه لك بسرعه عشان لسه هنحل يا جماعه. نروح بقى على ايه؟ اللي كان بياخد اي يو اكس ياخد هنا ايه؟ ياخد هنا دي اس. اللي كان بياخد اي يو اكس ياخد هنا دي اس. يعني ايه؟ يعني الدول والجزر الجمع كده من الاخر هم دول اللي كانوا بياخدوا او مع مين؟ مع الافعال التانية اللي هو يذهب ويسافر ويتنقل ويكون ويعيش. انما هنا مع فعل فينير اهو، جو فيان ديز امريك. ماشي، امريكا اللي هم الايه؟ الامريكتين. فهم هنا ايه؟ جامع، يعني قصدي هم كانوا بياخدوا هناك اي و اكس حاجه جامع، فهتاخد هنا دي. طب هنا مالديف برضو الجزيره جامع، هنا بيبا كل الكلام ده ماشي مع فعل مين؟ فينير. يبقى نقدر نقول مع فعل فينير لنا كام اختيار. اول حاجه هنا دي اس مع مين؟ مع الدول والجزر الجامع. تاني حاجه ايه؟ دو يو بتيجي مع مين؟ دو يو بتيجي مع الايه؟ اللي كان بياخد اي يو هناك، اللي كان بياخد اي يعني هياخد هنا دي اللي هما مين؟ القاهرة والفيوم وسينا وهافر، زائد اي دولة مذكرة بادئة بساكن اللي هما كانوا بياخدوا هناك زي السنغال وماروكو الكلام ده. يعني مثلا دي انا عندي ماروك، انا عندي يذهب، لو انا شلت يذهب وخليتها هنا فينير على طول هتاخد دو يو. ماشي، او القاهرة والفيوم وسينا وهافا زي ما قلنا. هافانا بتاخد الا، فهنا مع فينير تاخد دولا. تمام جدا. فاضل كمان حاجة، فاضل الحاجات اللي بتاخد الحاجات اللي هي كانت بتاخد اللي هم مين؟ اللي هم المدن الدول المؤنثة كلها سواء كانت ساكن او متحرك، تاخد هنا يا اما دي اي يا اما دي ابوستروف. مع مثلا ايطالي دي ابوستروف، مع ايجيبت دي ابوستروف. مفيش حاجة اسمها دو الا ابوستروف بقى، مفيش حاجة اسمها فرنسا مؤنثة تاخد دولا، تستبعد دولا ودو الا ابوستروف تماما. هنا كمان بتيجي مع مين؟ تيجي مع الدول اللي بادئه بمتحرك كلها مذكره اهي كمان، فالمذكر اللي بادئ بمتحرك ياخد هنا دي ابوستروف. اذا اي حاجه بادئه بمتحرك تروح على ايه؟ دي ابوستروف، بس بشرط ما تكونش جامع. لو جامع تروح لدي اس لان الجامع ياخد جامع. القارات كلها تاخد دي ابوستروف. تمام. انما بقى الامريكتين والكلام ده الامريك على اس، فهناك بتاخد ايه واكس، فهنا تاخد ايه؟ تاخد دي اس. تمام جدا. طيب هو بس ايه الموضوع هيجي بالعمل يعني، لازم نحل على اساس الموضوع يثبت معانا والدنيا تبقى واضحة جدا. يعني مش عاوزكم بقى تتلخبطوا، ولو محتاجين برضو هنبص على الجمل دي تاني. كل اللي بياخد بياخد هنا دي اي او دي ابصر. كل اللي بياخد دو يو اي يو هياخد هنا دو يو. يعني ايه بقى؟ القاهرة والفيوم وسينا وهافر ياخد دو يو مع فينير. كندا والمكسيك وزيمبابوي والحاجات دي كلها مذكرة بتاخد اي يو هنا مع الافعال يذهب ويعيش والكلام ده، هنا مع فينير تاخد دو يو. كمان مثلا لو بقول لك المغرب وكندا والسنغال كل ده ياخد هنا اي يو مع فينير ياخد دو يو. تمام يا شباب.
هنقدر بقى دلوقتي نحل بس علشان ولو محتاجين ان احنا نرجع للحاجات دي هنبص عليها بسرعة. فاول جملة عندنا بي باس تخوف اون اوروب. ركز هنا قوي ان انا لو برضه لو عندي فعل سوتروفي البلد نفسها هي التي تقع، فاذا هنا تكاية فمش هينفع اقول اي يو اكس. يبقى اذا لما تلاقي فعل سوتروفي ماشي ممكن نكتبه بقى مع الافعال اللي هو يزور، و هنا يزور تمام. نقدر نكتب كمان هنا ستروف تقع تتواجد. الكلام ده لو قصد على الدولة نفسها هي تتواجد. فنقول لك ايه القاهرة مثلا تقع، يبقى ينفع تقول لي مع القاهرة اي يو؟ لا، الدول المنخفضة دي تقع فين؟ في اوروبا. فاذا هاخد ليه. نركز يا جماعة دي تكاية برضه. بيبا هنا بقى بيقول الى الدول المنخفضة انا اذهب دائما. توجور معناها دائما، فاذا انا هنا عادي اقول اي يو اكس. وضحت كده؟ هنا بقول لك الى، المعنى الى طالما انا عندي فعل يذهب فخلاص انا هجيب او فعل يذهب. انما هنا تقع هي. وضحت؟ يبقى انا عندي فعل ستروفي بركز قوي ان انا هحط قدام الدولة اللي انا قصدي عليها ان هي توجد او تقع. فعل مثلا اتر برضه نفس الموضوع، انا قصدي على الدولة نفسها هي التي تكون. يعني لو شلنا ستروف وحطينا صو يكون، فاذا كنت هتقول برضو ليه البيباد يكون الدول المنخفضة تكون في اوروبا. انا عندي قارة وعندي فعل فينير، اقول ايه؟ هقول دو ابصرف. يعني ما فيش حاجة اسمها دو الا ابصرف. انا قلت لك مع فينير ناخد دي ابصرف ما ناخدش دو الا ابصرف. لو عندي يذهب يعيش كنت اقول دي ليها في جو في. تمام. الجملة دي نخليها جو في، فنقول جو في اون. انها القارات بتاخد او مع يذهب ويعيش، انما هنا فينير بتاخد دو ابسترف. جو فواياج لي بون هنا دولة مذكرة بادئة بساكن فخلاص هتاخد او. يبقى اول واحدة دي مذكرة بادئة بساكن تاخد ايه؟ او. طيب دي دولة مذكرة بادئة بمتحرك. اي حاجة اي دولة متحرك مفرد بتروح على ايه؟ بتروح على او. يبقى تاني اختيار هيبقى او. ليه؟ عشان هي دولة مذكرة بادئة بمتحرك. طب بلجيك هي دولة بلجيكا، دولة مؤنثة تاخد او. يبقى اول اختيار او، تاني اختيار او، تالت اختيار برضو او اي ان، وبعد كده هو عندي ايجيبت برضو او. يبقى بشكل عام الدول المذكرة خلاص الدول المذكرة بتاخد او اللي هي اي يو. تمام. الدول المذكرة اللي بدأت بمتحرك بتاخد او، هتاخد او تاني اختيار او. طب الدول المؤنثة زي بلجيك عرفت منين انها مؤنثة؟ اخرها او، وهي مش ايه؟ مش كمبوديا ولا موزمبيق ولا المكسيك ولا الكلام. فهنا هتاخد او خلاص عشان الدول المؤنثة كلها بتاخد او. واي حاجة متحركة برضو تاخد او، يعني سواء كانت مؤنثة زي ايجيبت سواء كانت مذكرة زي العراق ايران، كل المتحركات بتاخد او. طيب ماشي تمام. جو فيان انا اتي دو ولا اون، ولا هنا هقول دو. انا عندي اصلا دلوقتي عندي فيها يأتي. طالما انا عندي يأتي بيروح على دو، وده دولة مذكرة بادئة بساكن فهنقول دي. جو فواياج كان، نركز كان دي هي مدينة ولا دولة؟ دي مدينة، وانا قلت لك مع المدن اللي انا قلتهم لك كان ونانت لازم نحفظهم. فاذا دي تاخد بس متروحش بقى تجيب لي او في الاخر، دي مش تنفع. طيب كير دي تاخد ايه؟ التالتة اللي هي او، على اساس ان هي دولة، على اساس ان هي مدينة. المدن بتاخد ما عدا القاهرة والفيوم وسينا وهافر. تمام. طيب مهم جدا. ماروك ستروف المغرب تقع. المعنى هنا ايه؟ المغرب هي التي تقع، فلو في حروف ولو في نقط هنا كنت ممكن اختار معرف، انما هنا تقع في افريقيا اون افريق. فاذا هقول ليه؟ القارات كلها بتاخد قارات بتاخد جو فيزيت. انا جايب لك الجزئيه دي برضو ان فيزيت يزور بشكل عام، يزور مش هياخد حروف جر ايه؟ نقصد على هولندا نفسها اللي انا هزورها هولندا. طيب يبقى اذا مش تاخد ولا ولا فتروح على ايه؟ المعرفه
المعرفة يا اما ال ابوستروف يا اما لا، فانا هاخد لا علشان هولندا دي ايه القش بتاعتها ساكنة، يعني ايه مش متحركة تنطق، لازم مش هينفع ال ابوستروف. فاتفهمت جزئية فيزيت، مش هينفع اقول انا ازور في جو فيزيت مون كوبان، انا ازور زميلي في هولندا، فهنا هولندا نفسها في هولندا هتاخد فالفرق هنا واضح جدا، انا ازور هولندا نفسها واخدة معرفة الاخيرة مش التالتة عشان هي القش تنطق، وبعد كده انا ازور صديقي في هولندا، فالمعنى هنا في وضحت. جوفيان هنا برضو يأتي، طب يأتي انا عاوز حاجة دو، هل ينفع عشان هي مؤنث تقول لي دو لا؟ لا طبعا. طب يبقى اما دي يدي، فانا هاخد الاولى ليه؟ علشان برضو القش ايه ساكنة، لازم مش هينفع دو ابوستروف. جوفيان دو هولاند، فاذا القش دي تبقى فاهمها بقى في هولندا وهافانا وهافر. تمام. جوفي هي جمل فيها تكات، واحنا شغلنا كله بنشتغل على الحاجات اللي مش هجيب لك بقى حاجات انت حلتها قبل كده، انا عاوز اجمع لك عشان الوقت وعشان الجهد، انا بجمع لك الحاجات العاديه خلاص، احنا بنفهم القاعده وبنشتغل عليها، ولكن معلش خلينا احنا بنجيب لك الجمل اللي هي يعني حتى لو هتيجي بنسبه 10% برضو هنجيبها. تمام. اونفيا، هل ينفع تقول دو الا ابوستروف ودولا والكلام ده مع المدن والدول؟ لا طبعا، فاقول هنا دو ابوستروف، هي دولة بادئة بمتحرك، فخلاص دو ابوستروف، ما تقوليش بقى دو الا ابوستروف. قلنا لو اماكن عادية زي ايكول كده يبقى التانية دو الا ابوستروف، فواضحة كده هنا. بقول لك الاولى دو ابوستروف بس لانها دولة، انما دو الا ابوستروف الاماكن العادية بتضغم عادي وتتأثر دو باللي بعدها، يعني متحرك ياخد متحرك، مؤنث ياخد دولا، جمع ياخد كده يعني. هنا جوفيان فرانس دولة مؤنثة فتاخد دو. طيب ميزو هو مكان عادي مذكر مؤنث فياخد دولا. طيب ماروك هي دولة مذكرة، فهنا المفروض يكون في دو يو، فهنا هتاخد ايه دو يو. تمام يا جماعة. في الاختيارات هنا هتلاقي دو يو لانها دولة مذكرة بدأ بساكن، خلاص وانا عندي ايه يأتي، يبقى الاولى هنقول دو بس، التانية هنقول دولا عشان مكان عادي، الماروك هتاخد دو يو اللي هو دي عشان دي دولة مذكرة بدأ بساكن. طيب جوفيان الباتينوار مكان عادي جدا، في المكان العادي نشوف بقى مذكر مؤنث تبقى دولا. الولايات المتحدة جو في توجور اونيتي، انا يبقى المعنى هنا انا الى الولايات المتحدة، انا اذهب دائما في الصيف، فهنا المعنى الى، وهي دي حاجة جمع تبقى ايه دولة جمع تبقى اول واحدة. طيب لي بي باس تروف اون، الجملة دي اتكررت فعشان كده طبعا هنختار ليه. ولو انا عندي نوصون يكونوا برضو هقول لك الدول المنخفضة تكون في اوروبا برضو هاخد ليه، انما يذهب يعيش يتنقل كل الكلام ده في والى. جو في اون ايتي ان فرانس، فنقول فرانس. هنا بص على المعنى وركز، فرنسا هي دولة تكون، عندي يكون اهو، يكون جاي بعد الايه الدولة، ففرنسا نفسها تكون دولة كبيرة جران باي، كويس قوي. فهنا هقول لا فرنسا عشان هي مؤنث مينفعش بقى اون، فتقول لي في فرنسا تكون دولة كبيرة، لا طبعا فرنسا نفسها دولة كبيرة. جوفيان الجملة دي برضو هتوضح، هنا دي دولة مؤنثة، ما تروحش بقى تقول لي دولا، لا هتاخد دي ايه بس، يبقى الدول المؤنثة بتاخد دو. لو حاجة مذكرة بدأ بايه بساكن كانت تاخد دو، زي كندا واليابان والمكسيك والكلام. طيب كلوب ده مكان عادي جدا، يبقى اذا مذكر ياخد دو يو. طيب هنا كامباني مؤنث مكان عادي جدا ياخد دولا. الاماكن العاديه زي ما اتفقنا خلاص. ماروكو خلاص انا عمال اعيد وازيد عشان نحفظ. دو يو دوله مذكره بدا بايه بساكن. جان ابيت كندا خلاص يسكن فيه، اذا الاخير ليه دوله مذكره بدا بساكن. طيب سامي ابيت هنا الجير، ركز الجمله دي واللي بعدها، هنا دي المدينه فتاخد انما هنا الدولة ايه مؤنث، عرفتها منين اخرها ايه، كمان اي حاجة من الدول بدأ بمتحرك باخد
تمام جدا. جانا بيت كوبا هي جزيرة، تاخد اول واحدة. طيب مالط برضو جزيرة، تاخد اول واحدة وتاني واحدة دي. طيب مالديف هي جزر جامع، تاخد يو اكس، خلاص عرفناه. بعد كده انتي برضو جزيرة جامع، جزر انطاليا برضو ياخدوا او. بعد كده توم ابيت برازيل، هي دي الدولة ولا المدينة؟ دي الدولة. طب دولة مذكرة مؤنثة؟ مذكرة، بدأ بايه؟ بساكن، تبقى او. برضه بنبقى نركز بقى على الافعال زي ما قلت لك، لو عندك يحب، يفضل، يزور، يقع، يكون. طيب ادم ابيت كامبودجا، هي دولة مذكرة مؤنثة. انت لو ما حفظتش بقى اللي انا قلت لك عليه هتفكرها مؤنثة. انا قلت لك في كل اللي اخره ايه مؤنث من الدول، ما عدا كام دولة كده قلت لك احفظه. فهنا دي دولة مذكرة. ولو جاب لك المكسيك وموزمبيق وكندا كل ده مذكر. جابيت تونيزي، هي دي الدولة، ماشي، فهتقول دولة مؤنثة. انما تونس دي المدينة، فتاخد مفكرهاش برضو جامعة فتروح تجيب لي دي، لا طبعا، يعني مدينة مفرد. ال في لندر متفكرهاش جامع، دي مدينة. تمام، قلت لك احفظهم بقى وريح دماغ. عشان فيزيت يزور، خلاص لا اتكررت. جوفي اورجواي، حتى لو مش عارف اورجواي هي دولة، انت مش عارف هي مذكرة ولا مؤنثة، فخلاص هي بدأ بايه؟ بمتحرك، وده اللي انا قصدي عليه. يذهب الى دولة مذكرة بدأ كل الدول المذكرة او المؤنثة اللي بدأ اي حاجة متحرك بتاخد زي ايران وعراق كده، ماشي، سواء كنت مفكرة مذكرة او هي مؤنثة. كل الدول المؤنثة بتاخد متحركة وساكنة. طب الدول المذكرة بدأ متحرك برضو ايه؟ يبقى هنا كل الدول اللي بدأ متحرك تاخد ما عدا لو كانت جامع. طيب هنا ابيت الفاعل تي، فنقول عاوزين حاجة فيها ايه بقى؟ طالما الفاعل تي متفكرش كتير، عاوزين حاجة فيها اس. طالما تي لازم تاخد اس في اي حاجة، ما عدا في الامر طبعا بنشيل الاس في افعال المجموعة الاولى. يبقى عرفنا احنا اخترنا دلوقتي في 3. التانية الاولى ما فيهاش اس والاخيرة ما فيهاش اس. رقم 4 ال في اوسياني، خلاص قلت لك ده القارة المحيطية، القارات كلها تاخد خلاص. ولو عندك هنا يأتي فبتاخد دي ابستروف. نيبون انكو بالمؤنث، هتروحش بقى تروح تجيب لي الاولى، مفيش حاجة اسمها ست، هي سو او سو ابستروف، سو او سو ابستروف بس. طالما انا عندي اي اس تي هنا، لو هنا اللي جاي وراها ساكن تبقى سو، لو كانت جاي وراها اي اس تي على طول تبقى سي ابستروف. مش حاجه اسمها ولا ست ولا سي طب اقدر ان في هنا جمع تروح تجيب لي السي بتاعت الجمع؟ لا طبعا، يبقى هي سو فقط. بعد كده نركز في الجملتين دول. كيل ناسيوناليتي، عاوز اقول لك هم عندهم اي جنسيه، فلازم نجيب افوار هنا. الجمله بقى اللي بعدها هتوضح. طالما انا عندي دو، هنا مفيش دو بس هنا في دو، عاوز اقول لك هم يكونوا من اي جنسيه، فاذا هنا يكونوا اتر اهو. يبقى لو عندي دو هتجيب اتر، لو ما عنديش دو هتجيب افوار. عاوز اقول هم يكونوا عندهم اي جنسيه في الجمله 6 فجبت افوار، انما يكونوا من اي جنسيه فجبت اتر. بعد كده جو، نركز برضو. دي طالي انا عندي دو، طالما انا عندي دو ما تفكرش بقى، هتروح تقول لي فيان. ابيت في، ماشي، يسكن في، عاوز حرف جر وضغمتها. طيب هنا عايز او مثلا هنا برضو نفس الفكرة، انما طالما انا عندي دو تبقى فيان. يذهب برضو عاوز كل حروف الجر التانية اللي هو وي واكس و الكلام ده. جو اون ايطالي، نركز هنا. طبعا دي فيها اس مبدئيا، خلاص، وكمان كانت عايزه جو ابسترف لان القش متحركه. وبعدين هنا دي ما فيهاش اس، لازم يكون معاها اس زي دي، لان افعال المجموعه الثالثه جو وتي زي بعض بياخدوا اس، فهنا هقول جو في. وضحت؟ يبقى دي كانت عايزه اصلا ابستروف، هنا كانت دي متحركه كانت عايزه جو ابستروف، ثانيا فيها اس، بعد كده دي لازم المجموعه الثالثه يكون مع جو فيها اس او اكس، المجموعه الثالثه اس او اكس. طيب هنا عاوز اقول
لوكير ايه اليكس il se déplace en train. هنا مدينتين، فعاوز اقول ما بين القاهرة والاسكندرية هو يتنقل بالقطار، فاقول انتر. طيب اجي اجرب كده لوان دو، يعني ينفع تجيب دو وراها لو؟ مش هتنفع. طب وبري دي لازم تيجي معاها دو، بري لازم بتحتاج دو، حروف جر المركبة يا جماعة بتاعت تانية ثانوي. كير سو تروف اون ايجيبت، انت اول ما تشوف كير طبعا حضرتك هتروح تجيب لقو، هقول لك غلط، لانك لازم تركز ان في عندك فعل ايه يقع او يكون. عاوزك اقول القاهرة تقع في مصر، او القاهرة تكون في مصر، فاذا هنا الاولى مش تنفع، فاقول القاهرة نفسها وهي مذكرة له. القاهرة تقع ايه بقى؟ الاهرامات، يبقى هنا المعنى هقول القاهرة تقع الاهرامات ولا في القاهرة؟ لا، هنا نقول في القاهرة تقع الاهرامات. الجمل دي مهمة. بعد كده يبقى لو عندي فعل يقع وقصدي على الدولة نفسها هي التي تقع في قارة معينة أو في دولة معينة، فإذا أنا هختار معرفة. إنما لو بقول في مصر تكون الأهرامات، في مصر تكون القاهرة، تمام، فالمعنى مختلف. هنا tu préfères أنت تفضل، هنا ندور إن بي حتى لو أنت مفكرها إن هي جامعة، حتى لو أنت عاوز تجيب جامعة مفيش هنا انها جمع مذكر، هي تمشي ايه؟ جمع مذكر، مفيش هنا جمع مذكر، فاذا هي تمشي برضو مفرد. يبقى الاس اساسيه فيها، الاس اساسيه فيها، وانت لو هنا جمع مذكر كنت اختارها. هنا بقول لك انت اتولدت في، هنا برضو ما ينفعش اقول لك طب انا عندي في اس اهو، يعني عندي في واحده مفرد مذكر وواحده جمع، بس مش تنفع بقى الجمع ليه؟ مش هينفع اقول لك انت اتولدت في اي بلاد، لا طبعا في اي بلد، يعني واضح بقى، يعني المعنى مش هينفع خالص. طيب تي فيزيت انت تزور، انا برضو انا بدور، اول ما خلي بالك يجيب لي كومبيان دو بتمشي اكتر، يعني بتمشي مع جمع مذكر وجمع مؤنث، فهنا الاولى مش نافعه عشان دي جمع مؤنث، والاخيره مفرد مؤنث، فاذا انا هقول كومبيان دو انت تزور كام دوله. انت تزور كام دولة. كل ناسيوناليتي هو يكون، طبعا عندي يكون تروح تجيب لي دو، ماشي، ومش هينفع بقى اي دو غير دو بس، علشان لما يكون عندي هنا ادوات استفهام كي ولا كو بتجيب دو بدون ادغام او بدون ادغام، بس انا عاوز اقول لك من اي جنسية هو يكون، خلاص ماشي، يبقى انا اقول دو، يبقى دو بتيجي مع الجنسية لما يكون عندي فيرب اتر. هنا كيل دات إليني في أي عاوز أقول في أي تاريخ هو ولد، هنا أنا بشكل عام بنتكلم على حرف الجر، يبقى في أي التاريخ بياخد حرف جر يا جماعة، ماشي، تاريخ مؤنث، فلو عندي لا ينفع؟ لا طبعا، لأن طالما عندي أداة استفهام مش هينفع أجيب غير بدون إدغام أو دو بدون إدغام، حروف جر أو بدون، فهنا هاخد لأن التاريخ بياخد لو في سيزون كنت اخترت لو في السنة في أي سنة نكون نحن او شهر كده ناخد ماشي، الشهور والسنين وفصول السنة بياخدوا قدام كل، انما التاريخ بياخد on va se lycée يذهب الى، فبياخد حرف جر بس هنا ناخد بدون ادغام علشان في محدد هنا اهو اللي هو سواء كانت صفة اشارة او صفة ملكية ده محدد. on va هو يذهب، نركز جدا هنا في الجملة رقم 7 و8، المكان بشكل عام بياخد وادغاماتها، تمام، فالمكان هو اللي اخره المكان هو اللي اخره اي حاجة تانية ما بتكونش المكان هو اللي زي بنقول بولانجري بورشري الجزارة الباتيسري البيسري كل الحاجات دي اخرها نركز هنا ده الاماكن، انما هنا مش يبقى اذا هنا مؤنث الخباز ده عاقل، فطالما العاقل يروح لشيء، طالما سواء كان اخره او هنا المذكر المؤنث بتاع العاقل خباز والخبازة، فهنا اقول لك شيء لانه عاقل، انما في الجملة دي المكان فاقول لا. يا رب تكون وضحت برضو. 7 العاقل، 8 المكان، بعرف منين ان هو مكان اللي اخره كلمات لازم اصلا نحفظها.
اونفيا هي دولة جزيرة جامع، فهتاخد الجامع عادي جدا اللي هي الأولى. 10 اونفيا كامبودج، لسه قايلينها من شوية إن هي دولة ولكنها مذكرة مع فينير، تاخد ديو مذكر ساكن يعني. لو مذكر لو مؤنث كنا اخترنا التانية عشان فينير. إلفون يذهبون، هما بيذهبوا. عندي برضو محدد، متنساش صفة الملكية تعتبر محدد، فهنقول يذهب إلى الإيه التانية، مش هينفع الأولى عشان في محدد، لو شلتها كنا نقول أو. رقم 1 on vient دو فرانس، هل ينفع تقول لي دولا؟ لا طبعا، مفيش حاجة اسمها دولا، بناخد دو. الدول المؤنثة كلها بتاخد دو أو دو أبستروف، يعني لو متحركة أو ساكنة. هنا دي دولة مؤنثة بادئة بفويل متحرك، فعشان كده ينفع برضو تقول لي دو إلا أبستروف؟ لا طبعا، مفيش حاجة اسمها دو إلا أبستروف مع الدول والمدن، فبتاخد التانية. تمام. طيب 3 هنا بقى، دي دولة ولا مكان عادي؟ ده مكان عادي، فندغم زي ما احنا حافظين، بادئ بمتحرك يبقى دو إلا أبستروف، مش تنفع هنا بقى تقول لي دو أبستروف. طيب إلفيان هو يأتي، وعندنا في محدد، فإذا الدو الأخيرة. الناسيوناليتي إيجيبسيان هو عنده، لأن هنا مفيش دو يبقى نجيب أفوار، طالما مفيش دو نجيب، لو في اتر، لو في دو نجيب اتر زي كده. أنا عندي هنا في دو، يبقى هو يكون من جنسية مصرية، فأقول او اس تي، يبقى لو في دو بجيب اتر، لو مفيش دو بجيب أفوار. جو في فيزيتي سوف أزور، مش تفرق بقى يجيبها لك في المضارع أو في المستقبل، بس هو في الآخر يزور، فإذا مذكرة، طالما يزور تجيب معرفة، قصدي على دولة السنغال نفسها، هي دي اللي هزورها. طيب أونفيا هي ده جزيرة جامع، فإذا دي اس جامع ياخد جامع، كل اللي آخره اس أو اكس جامع، ما عدا بقى لو أنت عارف بقى إيه نونتو ولوندغ وكان المدن اللي أنا قلتها لك، اعرفها واحفظها، اكتبها يا جماعة، نكتبها ونحفظها. إلفيا هي تأتي، وطبعا عندي كيل، فطالما عندي كيل أي يعني مثلا كيل أي أدوات استفهام هنا، كومبيان لازم أجيب دو بدون إدغام أو أ بدون إدغام، حروف جر بدون إدغام. طالما أنا عندي اعرفها قاعدة، طالما أنا عندي أدوات استفهام بعد النقط مش هينفع تجيب غير حروف جر بدون إدغام. لا فرانس إيه، فرنسا تكون في أوروبا، فهنا هقول مينفعش بقى تقول لي إلا أبصر، لا دي دول ومدن يا جماعة، نركز. فرانس ايه اون اوروب، هنا فرنسا تكون في اوروبا، فهنا مش هينفع تقول لي ليه بقى؟ عند فيرب اتر، انا قصدي اقول فرنسا نفسها تكون في اوروبا، فهي مؤنثة فتاخد لا. اعتقد الجمل دي بدأت توضح. فرانس ايه مون بي بريفيري، خلي بالك برضو لما يجيب لك كلمة دولتي المفضلة، فاذا هتقول فرنسا نفسها هي دولتي المفضلة، فهتقول لا.